ميج ألتمان مطلقة وعندها بنت اسمها سارة، بيدوروا على بيت. السمسار بيفرجهم على بيت غالي اتبنى سنة 1879 مكون من 4 طوابق وفي اسانسير. وهم بيشوفوا اوضه النوم الرئيسيه، ميج انتبهت ان الاوضه صغيره. السمسار اتفاجئ بذكائها وقال لها الاوضه دي فيها بانيك روم، اوضه امان. صاحب البيت كان مليونير بيحب يفضل لوحده، وعمل الاوضه دي عشان يحمي نفسه من الحراميه. الاوضه محميه ب10 سنتي خرسانه، وخط تليفون طوارئ تحت الارض ملوش علاقة بالخط الرئيسي، وكاميرات المراقبة بتشوف البيت كله. الأم مش عاجبها الباب لأنه بيتحرك بسرعة وممكن يأذي بنتها. السمسار قال لها ما تخافيش، الباب فيه حساسات. البيت كبير على ميج وبنتها، بس خدته أهو تنتقم من جوزها اللي خانها لما تدفعوا حق البيت. وفي الليل الأم وبنتها كانوا نايمين في أول ليلة ليهم في بيتهم الجديد. في 3 رجالة اقتحموا البيت. الحرامي الأول اسمه برنهام، مهندس في الشركة اللي عملت أوضة الأمان، ودخل من فتحة في السقف. وهو نازل يفتح باب المطبخ انتبه انه في ام وبنتها في البيت. بعدها فتح الباب للحرامي التاني اللي اسمه جونيور، يبقى حفيد المليونير اللي مات صاحب البيت. بعدها ظهر واحد تالت اسمه راؤول، حرامي محترف. في البداية المهندس كان زعلان وقال لجونيور الخطة انا وانت نسرق السندات اللي بقيمة 3 مليون اللي موجودة في خزنة ارضية. احنا كنا اتفقنا نسرق احنا الاتنين، تجيب واحد تالت ليه؟ والخطة انه البيت يكون فاضي. ليه في ست وبنتها فوق؟ جونيور فهمه انت محتاج الفلوس دي، وانا كان لازم اجيب حد يفهم في الشغلانة دي. وتاني حاجة انا ما كنتش عارف ان البيت هيتباع بالسرعة دي. وبالنسبة للام وبنتها احنا مش هنأذي حد ابدا. ميج راحت الحمام، ولما رجعت الاوضه شافت النور شغال في اوضه البانيك روم، وبالصدفه شافت الشاشه وانتبهت انه في 3 رجاله بيتحركوا في البيت. راحت جري عند بنتها وصحتها وسحبتها معاها ودخلوا الاسانسير. الحراميه بيستنوهم عند الباب. ميج كانت بتطلع فوق وبتنزل تحت لحد ما جت الفرصة. خرجوا من الأسانسير وراحوا الأوضة، وبنتها قفلت الباب بسرعة. المهندس لما عرف إنهم قفلوا على نفسهم الأوضة قال لهم ما تخافوش، الموبايلات ما بتشتغلش جوه، وتليفون الطوارئ محدش وصله. ميج وبنتها ده أول يوم ليهم، أكيد مش هيلحقوا يوصلوا تليفون الطوارئ. ميج وسارة جوه البانيك روم ومفيش طريقة يقدروا يكلموا حد يساعدهم. وميج عندها فوبيا وبتحاول تهدي نفسها وبتشوف ساعة سارة. وميج بعدها استوعبت إنه الإبر بتاعت بنتها موجودة في اوضتها. الانتركم شغال وميج بتهدد الحرامية، هتخرجوا ولا هكلم الشرطة؟ المهندس بيطمن الحرامية انها بتقول اي كلام فاضي، ووصلوا رسالة لميج انهم مش هيخرجوا. الوقت بيعدي وميج بتراقب الرجالة. سارة بتدور في الصناديق الموجودة يمكن تلاقي حاجة تاكلها، بس مفيش غير المية. جونيور وراؤول عايزين يعملوا فتحة في الحيطة عشان يدخلوا، بس المهندس فكرهم انه الأوضة متحوطة ب10 سنتي خرسانة. المهندس كان عارف انه ميج وبنتها مش هيخرجوا، والحل انه يخدعهم ويخرجهم بره الأوضة. عشان كده عمل خرم في نظام التهوية وجاب أنبوبة ووصلها. ميج وبنتها شموا الريحة. سارة اكتشفت انه في فتحة تهوية وبتتنفس منها. المهندس كان عايز يهددهم، بس راؤول فتح الانبوبة كلها. ميج حاولت تقفل بس مفيش فايدة. بعدها لقت ولاعة وغطت بنتها ببطانية الحرايق، وبعد ما غطت نفسها وعايزة تولع، المهندس وراؤول رجعوا ورا، بس جونيور حطت ودنه على الحيطة. ميج ولعت وطارت من النار، والانبوبة خرمت الحيطة والنار حرقت ايد جونيور. سارة لقت كشاف وخرجته من فتحة التهوية وبتحاول تبعت نداء استغاثة للراجل اللي ساكن قصاد بيتهم، والستاير مفتوحة. الراجل كان نايم وشاف النور بس افتكر انه في حد بيهزر معاه، قام ونزل الستاير. ميج وسارة بيزعقوا بس مفيش فايدة. وراؤول خد جونيور على جنب ومش عايز المهندس يسمعه، وقال له حصتي لازم تزيد، وقعدوا يتخانقوا. المهندس بيسمعهم. ميج استغلت الفرصة وخرجت تجيب الموبايل اللي كان تحت السرير، ووقعت اللمبة اللي نورت قبل ما تتكسر. والحرامية انتبهوا وطلعوا جري، بس ميج خدت الموبايل ورجعت بسرعة. حاولت تتصل بس مفيش شبكة. المهندس كان واثق انها مش هتقدر تكلم حد. ميج قعدت تفكر وبتدور في التوصيلات. بعدها وصلت تليفون الطوارئ بالخط الاساسي. المهندس انتبه انه السلك اتسحب قدامه ونزل جري يقطع كل خطوط التليفون. التليفون اشتغل. كلمت الشرطة، قالوا لها استني. سارة قالت لها اقفلي السكة وكلمي بابا، ويا دوب بتقول له ساعدنا في 3 رجالة دخلوا. المهندس كان قاطع السلك. سارة عندها سكر واعترفت انها جعانة ودماغها بتلف. مستوى السكر عند سارة بينزل، وميج بتدور على حاجة فيها السكر.
جونيور قرف من الموضوع ده وقال انا دخل نفسي في مشاكل ليه؟ سجن وقرف، انا هخرج من هنا وهكلم الشرطة واقول لهم على مكان الخزنة اللي قال عليها جدي قبل ما يتكل. حسيتي هتقل بعد ما تتوزع الفلوس على الورثة، بس مش مشكلة، احسن من ولا حاجة. بعدها زل في الكلام واعترف انه كذب عليهم لما قال لهم الخزنة فيها 1.5 مليون وهي فيها سندات باكتر من 3 مليون. المهندس بيقول له انت بعد ما اقنعتني اكمل معاكم دلوقتي عايز تسيبنا وتمشي؟ بص غور من هنا، انا وراؤول هنكمل النص بالنص. فجأة راؤول خلص على جونيور. ميج وبنتها شافوا اللي حصل وراؤول بيهدد المهندس لازم تكمل. بعدها بيجي ابو سارة وراؤول ضربه وخده قدام الكاميرا وهدد ميج انه هيخلص عليه لو ما فتحش الباب. في الوقت ده سارة تعبت قوي. ميج خرجت تجيب الدواء وراؤول والمهندس خدعوها ودخلوا الأوضة. ميج عرفت انها اتخدعت وراؤول قال لها بنتك معانا. ميج بهدوء جت من ورا الباب ودفشته ومسدسه وقع، بس قدر يدخل البانيك روم قبل ما المهندس يقفل الباب. ميج رمت الأدوية جوه الأوضة والمهندس قفل الباب على ايد راؤول. بعدها ميج قالت لهم افتحوا الباب، عايز ادي الحقنة لبنتي. المهندس قال لها ليش عرفني، مش ممكن تخلصي عليا؟ قالت له مش مشكلة ادي الدواء لبنتي. قال لها بس بشرط انزلي تحت. وراؤول قال لها اذا كلمتي الشرطة او خرجتي بره البيت هخلص على بنتك. ميج نزلت تحت لقت ابو سارة بيعاني. المهندس طمن سارة انه مش هيأذيها وكل اللي عايزه مستقبل جميل لابنه، وادالها الحقنة وشال السجادة ولقى تحتها الخزنة. Wait a minute. ايه يا حاج انت شايف ايه؟ ده هو ده ده انا هو ده. ده هو ده 2 شرطة بيخبطوا على الباب. ميج طمنت الحرامية وفتحت الباب. ميج كدبت على الشرطة واقنعتهم انها بخير ومفيش حاجة، بس الشرطي قال احنا موجودين في المنطقة ومشيوا بعدها. وراؤول انتبه انه ميج كسرت كل الكاميرات. المهندس ضحك وقال له احنا اغبياء، احنا الحرامية، احنا اللي كان لازم نكسرها. انت نسيت هي معاها المسدس بتاعك، اكيد هتعمل اللي هي عايزاه. ميج قفلت الابواب والمهندس اخيرا فتح الخزنة اللي فيها سندات بقيمة 22 مليون دولار. فينك يا جونيور تيجي تشوف الفلوس دي كلها؟ المهندس وراؤول خدوا البنت وخرجوا بره الأوضة. ولما وصلوا تحت ابو سارة كان مستنيه ومعاه المسدس وقال لراؤول سيب سارة، بس رفض. ميج جت من وراه وضربته بالشاكوش ووقعته. المهندس كسر الشباك وهرب وراؤول هجم على ميج. سارة حاولت تساعد امها، راؤول ضربها. بعدها قعدت تزعق بأعلى صوت لما شافت راؤول هيضرب امها بالشاكوش على وشها. رصاصة اتضربت وراؤول وقع ميت على الارض. ميج بتبص لقت المهندس ماسك المسدس وقال لسارة انا قلتلك كل حاجة هتبقى تمام التمام. ورجع خرج من البيت بس الشرطة لحقته والسندات طارت. ميج وبنتها قاعدين في الجنينة بيدوروا على بيت. يا ريت المرة دي ما يكونش فيه خزنة أرضية. ما حدش راضي يديني لايك. ما تديني لايك يا اخي.